السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الخامس في اليابان والحين وصلنا أسوكاسا. هذه البوابة، هذا هو من تحت. نصور صورة جماعية. نحن الحين واقفين قدام شارع ناغاميسي، شارع هدايا والعاب وها كله، ويبيعون اكل بعد. وتم تطوير هذا الشارع في خلال ال300 عام الماضيه، وكل يوم يتطور اكثر واكثر. فطوكيو تعتبر اكثر المناطق المشهوره بالحلويات في الاسواق الشعبيه. وهذا الشارع كان بلاك ماركت بعد الحرب العالميه الثانيه. فهذا هو الشارع يتميز بالهدايا الحلوه والاشياء الجميله، مثل بعض الاشياء مثل الشنط والملابس. اللي موجودة هني تشرح تاريخ المكان وتاريخ المعبد هذا على مر الزمان. كل صورة لها قصة معينة، كل صورة لها ذكرى معينة لهم أو بالنسبة له. الفكرة اللي فهمتها هي أن 2 من الصيادين راحوا يصيدون في البحر وحصلوا قطعة ذهبية تمثال بوذا قديم، فحصلوا بدوا ينحتونه في هذه الصورة، واكتشفوا هذا الشيء وهو بالنسبة لهم شيء جدا ثمين في تاريخهم وحضارتهم اليابانية. الساموراي وتحديدا سيوف الكتارا وهذيل كلهم هم من أساس حضارتهم اليابانية. فخلصنا من القصة اللي سمعناها لهذا المعبد، والحين بنروح نصور صورة. وفي بعض الأحيان يزقرون أو ينادون هذا الباب، يلقبونه بالسمم واللي هو باب الجبل. فاللي وراي نفس المبخرة العملاقة، تعني قبل ما تدخل المعبد تتبخر فيها، فريحة البخور حلوة الصدق، ذكرني بالبلاد. ريحة تدخلها في كل مكان نفس هذه الطريقة. وذكرت شيء معلومة بسيطة، قبل لا يدخلون المعبد وبعد ما يتبخرون يجون هذه المنطقة يتوضون فيها بطريقة معينة، والماء اللي من هني يا من تحت الأرض أو من الجبل. يلا ندخل من داخل. هذا هو المعبد وراي، يمكن ممنوع التصوير ما أعرف، بس هذا هو. فاليابانيين انولدوا بديانة معينة وماتوا وهم بوذا، وتركوا كل شيء للجيل الحالي. ف3 من الأشخاص صاروا آلهة، واليوم هذا المكان تركوه لنا. يلا ويت 1 2 3. خلصنا من الجولة السياحية وكانت جولة جدا جميلة. نشوفكم في المكان الثاني. أنا اليوم موجود في تيم لاب في اليابان. واخيرا طلعنا من المكان، كانت تجربه جدا جميله. الحين سايرين حديقه اوينو للحيوانات، وهذه هي خريطه المكان. واهم شيء قبل كل شيء الصوره الجماعيه. الحيوان بنشوفه اليوم النعامه، وياي اليوم خالد. شو الاخبار؟ طيب الحمد لله. رسميات. فاكتشفنا البوندا ورا. سايرين الحين عند الدب. حديقة اوينو في اليابان تعتبر واحدة من أقدم الحدائق في اليابان، ويمكن تعتبر الأولى فيهم. تم إنشاء هذه الحديقة في سنة 1882. الحديقة فيها 3000 حيوان ومنهم 400 نوع. هذا مكان الجاموس، وهذا هو النمس اللي موجود قدامه. هذين هم قاعد ياكلون، شوف كيف. فقاعدين نمشي، حصلت مبنى عود صيني وراي، اتوقع ها معبد فيتعبدون فيه. واكتشفنا مكان الفيل، بس المشكله مو بهني، المشكله اغلب الحيوانات مو موجوده. ليش؟ وصلنا الفيل داخل، شكله راقد حاليا. ها هو اذا بتقدرون تشوفونه وتلمحونه. هذا هو قرن الفيل، ما شاء الله عود. ها هو قرنه. هذا هو الفيل وراي، فيل ما بصدقي يعني. التلفون الياباني القديم، شوف كيف، نفس لندن تقريبا. صارت يا الربع حديقه وايد عوده فوق، ما توقعنا هالشيء. فبنكمل تحت. طبعا اهم شيء هايدريتد، صح؟ زين. اهم شيء الموي. صوبي عيوز ما شاء الله عليها، يالسه وماسكه نفس المنظار، يالسه طالع الفلامينغو. حتى كبار السن مهتمين في الحيوانات، يجون يزورون المكان، وهم اهل البلاد يعني. والحديقه مو من الحين، من 1882، يعني تعتبر وايد قديمه. الاخوه طربان، وشيء خنزير قدامي، اعوذ بالله شوفوا شكله. تونا شفنا الخنازير
في كنغر يسار بشكل راقد. وصلنا الحين مكان المتجر اللي تحت. اخر 20 دقيقة نستغل الفرصة ونشتري الاغراض. أنا اوف ما ادري كيف حلو. اتوقع ها بينز بعد. جميل. يلا بس بناخذها. تعال الحين بنروح ندفع. الحين دفعنا واخذنا الاغراض 3000 ين بالدرهم 70 درهم 60 درهم. اوكي حصلنا شرطة قلنا بنصور وياك. عرقاتك زماس. خلاص سكرت الحديقة. الناس كلهم طالعين. الساعة 4:57 5 بالضبط تسكر ابوابها. هذا اليوم اتوقع ال11 في اليابان. نحن الحين موجودين في واحدة من احدث المدن اليابانية. الحين قاعدين ندور في المدينة ندور لنا مطعم بنتغدى. شوف السكوترات هني. فهذه هي السكوترات. والجو بارد اليوم من الصبح امطار. فهي وامس ما ادري قبل امس وصل الشعار ان في تسونامي قريب صوبنا. الله يستر علينا. هاي المدينة كلها بالطاقة الشمسية تعتمد. انا لابس الوجه. فبنشوف المطعم القريب صوبنا. حصلنا ستاربكس داخل. فان شاء الله نص الاشياء حلال. حلال 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 مسلم يعني عادي. اوكي هاي شيكن. اوكي انا اسف نسيتكم شيء في الكوفي لمده 20 دقيقه او اكثر وجبتكم الحمد لله. والحين سايرين الحصه عندنا. ما اعرف شو بنسوي بالضبط. بشوف السالفه ونتكلم معاكم ان شاء الله. ونحن اليوم سايرين منطقه نيكو اللي هي تقع خارج طوكيو. فهذه المنطقة بنشوف فيها الشلالات والأنهار اللي موجودة خارج طوكيو. بنشوف الطبيعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم راشد. رجعت لكم مقطع جديد في منطقة طوكيو ايونو وبخبركم عن التحديثات اللي بتحصل. الصدق هذه زاوية عجبتني حق التصوير. يعني شوف كيف أخذ راحتي وأنا جالس. فيس هذه طوكيو. هاي مدينتنا اللي ساكنين فيها. هذا سعيد يمكن يبين في الكاميرا. وطبعا وصلنا المنطقة لليوم هو معبد بوذي كامل. فيها شلالات فيها انهار فيها هذا كله بنستكشف اليوم. في أرنب أتوقع إذا لمست هذا الأرنب يجلب لك الحظ وهذه الأمور يعني. فكلها شرك بالله وحرام يعني. صورة مع الأسد. الصدق أنا تحمست أصور ويا الأرنب. خليه يروحون هو الناس قاعد يعبدونه. في نقاش عن الجهنم والشرك بالله واعوذ بالله. بنجرب حاليا شيء ممنوع اللي هو ندخل داخل. فهذه واحده من الامثله. ولا المشكله مو بهني يبيعون العاب. اعوذ بالله. خيب واحده قاعد تدق طاوله هناك. سعر التذكره للطلاب ب 100 ين وللناس السياح العاديين 300 ين. درهمين و3 دراهم. طبعا المرشد يباله مرشد. للاسف تشات جي بي تي ما يشتغل هنا او ديب سيك وما اقدر اطلع معلومات كافيه عن هذا المكان. فاليوم بس بنستكشف بدون معلومات وايد وكل شيء بيكون على المقدور يعني. اذا قدرت اطلع معلومات بطلع لكم. صوره جماعيه كالعاده. سيف الساموراي. شوف كيف شكل السيف. تحسه مخفي. والاحجار هني اتوقع يكتبون فيها امنياتهم او شيء من هاي التفاصيل. هاي الزاويه فيها قلوب. كم لقطة بتحدث. هذه مشكلتهم رغم التطور اللي هم فيه ولكن الدين ما وصلهم بشكل صحيح. وين الباقيين؟ الباقيين وين؟ اركض 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 اركض. 1 2 3 حبتين. يلا كيف خلصنا المنطقة الأولى. الحين بنروح للمنطقة الثانية. وصلنا المطعم يا جماعة الخير. طبق قدامنا أعطونا هالشيء الغريب وهذا الشيء. شوف استكات وحركات. أقوم من هنا؟ ليش وين؟ طبعا حصلت طبق العيش المقرمش. احمد قيم الاكل من 10. الحمد لله انه اول شيء اي واحد يفكر يجي اليابان انصح يحط في باله ان احتماليه انه يتعشى وبطنه فل 0%. جزاك الله خير. الاكل من 10 انا ما بقيم. بسرعه لا شوف المنظر حبي ما شاء الله مره يا ربع ولجي اليابان بالعافيه. خالد صراحة الأكل سيء جدا ولكن أحسن شيء في المطعم هذا أن اليح طبعا كليناه. جزاك الله خير. سلمان قيم الاكل من 10. 2. جزاك الله خير. علي انت عاد مال عين وما الظاهر. انتم غير ناس سبيشل تراكم. انزين قيم لكم من 10. 0. جزاك الله خير. وصلنا للوجهه الثالث. المنظر خيال خيال. شوف وراي الشباب سوالف وهني الاجواء والبيوت طيبه وراي. وما ننسى صوره جماعيه. هالمصور مالنا الكاميرا عنده سوني العدسه 200 ملي. ماخذينها من فينتج. تخيل الحين هاي تطيح فندش. من وين فندش مالك؟ ماخذينها من متوارثه. وصلنا تقريبا البحر والبحيره العوده. هذه هي. شوفوا كيف الاجواء خيال. والحين وصلنا اخر منطقه لليوم اللي هي الشلالات. مع منو؟ مع
تحفة أثرية نادرة. والحين داخلين الشلول بيعطونا التذاكر. ثانك يو. هاي زين يا اخوان، اليوم والله رايحين ويا الشباب شلالات طوكيو. حبيبي على كيفك، اشوفكم هناك. سلام على البراد. شوفني شوف أحمد. قل لك والله يسوون سكب. شوف سعيد شوف سعيد شوف سعيد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وصلنا شلال، الناس جالسين يصورون صور جماعية. تبارك الله ما شاء الله. شوف كيف الاجواء، الطر والماي ما شاء الله، والشباب جالسين يصورون. روح سعيد.